تعالوا هنعمل عصير فراولة النهاردة بإضافات جديدة كده ومختلفة. يعني كل اللي هيدوقوه عندك هيقولولك انتي عاملاه ازاي، هيقولولك ان طعمه حلو جدا ومختلف وكأنه كده ايس كريم في نفسه يعني. تمام، تعالي بقى اقولك انا بعمله ازاي. اول حاجه انا عندي هنا نص كيلو فراوله مجمده. ممكن تجيبي الفراوله المجمده اللي هي الاكياس الجاهزه دي، او فراوله انت مفرزاها عادي عندك، او فراوله فريش مفيش مشاكل خالص هاتيها. بس ابقي املي الميه ساقعه، يعني لما تيجي تزودي الميه بعد كده زوديها ميه ساقعه. هحط عليها ايه بقى؟ ده نص كيلو، هحط عليه نص كوبايه من السكر. تمام، السكر ده نسبي، انا ما بحبوش مسكر قوي. بس انتي لو حسيتي ان محتاج سكر بعد في الاخر خالص دوقيه، زودي كمان سكر وكملي ضرب عليه عادي. تمام، دي نص كوبايه سكر. احط ايه بقى؟ احط معلقه كبيره او معلقه ونص كريم جانتيه. تمام، وده هتديله قوام كريمي جدا وجميل جدا. هتضيف ايه كمان معاه وده بيديله بقى فليفر مختلفه؟ عارفين بتعزز كده النكهات فيه، وهي الفانيليا. لا اما عندك فانيليا اللي هي الباودر، حطي ظرف كامل، او 4 5 نقط فانيليا لو هي السايله. تمام، وهنبتدي بقى نقوم مزودين الميه بتاعتنا. والميه هي احنا عندنا نص كيلو فراوله، انا بزود لتر الا ربع شويه كده ميه. تمام، ونص ليمونه. ونص ليمونه دي يا جماعه بتعمل الطعم، عارفه اللي هو بتدي للطعم كده ميلدر، او بتدي له كده اعتدال. بتحافظ مادة حافظة على الفراولة انها تبقى دايما، حتى لو عنديها في التلاجة تبقى دايما تحسي ان العصير لسه عاملاه دلوقتي. فنص الليمونة دي حلوة جدا ومش هتحسسك بمزازة خالص خالص، انسي الموضوع ده. زودت المية بتاعتي وهضرب بقى ضرب مبرح. خدوا بالكم الفراولة فروزن، فتأكدوا انها ضربت كويس قوي. يعني لو ما ضربتش معاكم من اول مرة، افتحوها واعملوا كده باي سباتيولا او حاجه، حركوها كده في الخلاط شويه واضربوها تاني، هتلاقوها اتضربت معاكم تاني وادت لكم لون رهيب. بصوا اللون بقى لما هي اتضربت خالص، ضرب كويس، لانها كانت اتزنقت. ابتديت ان انا احركها كده واسلكها وضربتها تاني. ده اللون بتاعها، ما زودتش اي حاجه خالص. بس دوقوا بقى عصير فراوله. يعني انا كل اللي بيجي ويدوق عندي يعني بيسالني انتي عاملاه ازاي، ضايفه عليه ايه، في حاجه مختلفه يعني، عارفين؟ فده السر بقى. يعني ده السر عصير الفراوله اللي بيطلع يعني. وخدوا بالكم في المحلات بتاعه العصائر المشهوره بيضيفوا فيه الاضافات الكريم جانتيه دي عشان تديله قوام. تمام، بس ده كان طريقة عصير فراولة النهاردة. طبعا احنا في رمضان والعصاير دي حاجة أساسية، فجربوها. وموسم فراولة هو شغال دلوقتي، وقولوا لي ايه رأيكم. عجبتكم الوصفة؟ لايك وشير وكومنت وسبسكرايب او فولو، بتشوفوني في فيسبوك.